ليه الاهلي صفقاته كلها من المغرب؟ طيب صلى على النبي. انا دلوقتي الاهلي بيحضر السنه دي اهم حاجه عنده ايه؟ كاس العالم. الله ينور عليك. فانا عشان عايز اروح كاس العالم مش تمثيل مشرف واطلع، انا عايز اعمل زي ما كنت بعمل دايما ان انا باخد مراكز متقدمه. فعشان اعمل ده محتاج لعيب عاش الاجواء دي وعمل ده، نجح في ده. فمين المنتخب العربي اللي يشرفنا في اخر كاس عالم؟ اكيد المغرب. وصل انه لعب 3 ورابع صح. فاللعيبه دي عندها المخزون ده بتاع المواقف دي، ولاعيب الكوره مخزون اللي مر على المواقف دي كتير بيبقى سهل عليه لما يتحط فيها انه هو عارف هيعمل ايه، غير اللي بيبقى اول مره يتحط في الموقف ده بيتخض. فانا عشان اضطر لي كاس عالم فجبت لعيبه ايه هي نجحت في كاس العالم. تمام. يعني هي الفكره كلها مجرد الاحتكاك والخبره، ان انا عايز اجيب لعيبه عندها خبره، ولا ده طموح الاهلي بقى؟ أيوة. الاهلي عايز يوصل لنفس اللي وصلوا له مثلا. أيوة. اللي هو المغرب ادتنا حافز طبعا، والله احنا منتخب عربي وصل قبل النهائي، احنا كمان نوصل قبل النهائي. والاهلي نفسه ادانا الحافز ده. ما الاهلي خد برونزيه، اي نعم كان الطريقه بتاعتها مختلفه، بس الاهلي خد ثالث عالم. فالاهلي عايز يفضل على ليه حتى بعد ما اختلف الاسلوب. خلي بالك ده في الاخر يعني ده ليفل مختلف تماما عن كاس العالم اللي احنا بنلعبه، حتى كونتيننتال اللي هتلعبه وانت تمام تلعب فرق من مختلف القارات، بتلعبهم ماتش ماتشين في ظروف معينه. لكن ده كاس عالم ممكن يتقابل فرقتين من اوروبا في نفس المجموعه. تمام. يعني ممكن طموحك من الاول يبقى صعب. مفيش مشكله. عشان كده جبت مين؟ هي المغرب قبل مين؟ المغرب هو في طريقه عشان يطلع من المجموعات قبل مين؟ في طريقه هو جاي مش قبل البرتغال وطلع البرتغال صح. كان معاهم بلجيكا في المجموعه وكان حلو. فانت كمنتخب قابلت منتخبات اوروبيه ومش منتخبات اوروبيه عاديه، انت بتطلع رونالدو فاهم. فانا جايب لعيبه عاشت ده، اتفرجت على الفيلم ده قبل كده، فسهل عليها ان هي لما تدخل في اجواءه مع اللعيبه اللي عندي اللي هي برضه بقى عندها مخزون محترم من اللقاءات الكبيره اللي زي دي، ومن المخزون المواقف دي. يعني فانت لعيب زي قفش كده مثلا، لما كان ابراهيم فايق بيساله بيقول له ايه كنتوا خايفين في ماتش وداد؟ قال له ايه؟ قال له امتع ماتش لعبته الماتش ده، وامتع الاجواء دي. قال له يعني مش بتبقوا مخضوضين؟ او برضه ابراهيم فايق زي معظمنا شايفها ايه من بره، لكن مش شايفها زي لعيبه لعيبه اتعودت. هو قال له احنا اتعودنا. كان في عيب تاني قال لك احنا كنا بناخد الصوت ده اصلا ده حافز. فانت لما بيكون حد مر بده برضه في حته تانية مهمه جدا، الا وهي ايه؟ لعيبه الشمال العربي الافريقي، المغرب وتونس والجزائر، انت لو تبص مؤخرا ليهم نجاحات قويه جدا، سهل يتاقلم. انت عندك في الاهلي الاسطوره علي معلول صح، نجح ازاي؟ وكان بدايه اصلا اول لعيب بيجي برضه محترف كتيبه كباك شمال بعد جilberto. يعني انت كنت بعد جilberto علي معلول كان جاي لك من تونس وكان كابتن فريقه، يعني هو انتقل من ليفل ان هو من ليفل فريق كبير لفريق هياخد بطولات، يعني فاهم. انا من ليفل فريق كبير في تونس بس مش بتاع بطولات قوي، لفريق في الاهلي لا انا هروح في الاهلي بقى عايز احقق مجد بقى. تمام. وكابتن فريق، فهو في النهايه برضو عنده ثقه في نفسه يا ابني، مش رايح حد صغير.